السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ سومة النهارده اول يوم والجو ساقع. يلا تعالوا ما اقول لكم انا هفطر ايه النهارده. انا جبت العيش بتاعي من الفريزر وقدت الفرن بتاعي وهحطه، بس اهم حاجه تقيدوا الفرن من فوق ومن تحت، ما بيقعدش 3 دقايق ويطلع معاكم بقى عيش سخن كده جميل كانك لسه جايباه من الفرن. ودي كمان انا مع عامله الجبنه دي عباره عن قطعه جبنه قريش، حاطه لها شويه حليب ومقطعه كام حته زيتونه كده هوت على حته فلفل الوان وضربتهم في الخلاط، بيطلع طعمهم في النهايه تحفه. بجد جربوا الجبنه دي. وكنت انا جايبه شويه فراوله كانوا هيبوظوا عندي، بدل ما يبوظوا رحت عاملاهم اي مربى، يبقى دي بقت مربى فراوله، طعمها بردك تحفه بجد. وهنبدا نعمل المشروب بتاعنا ده، المشروب بتاع ابن اتش، بصراحه هو بيحب يشربه كده. القهوه بالحليب دي بتبقى جميله، تحطي معلقه القهوه بس تكون قهوه فاتحه مش القهوه الغامقه، وتحطي شويه من الحليب اللي بيغلي وتقلبي تقلبي، وبعدين تحطي مقدار السكر اللي انت عايزاه. بعد كده تكملي الكوبايه بالحليب السخن، بتطلع كوبايه عظمه بجد، قهوه باللبن بس خطيره. ودي الكوبايه بقى اللي انا بحب اشربها وبنصح كل البنات والستات تشربها. بحط شويه حليب وعليهم بقى ايه، بكملها من الحلبه، عشان ما حدش يقول لك الحلبه بتعمل ريحه ولا بتعمل عرق، لا، اعمليها بالطريقه دي مش هتحسي باي حاجه خالص، بتبقى حلوه قوي قوي بجد. بعد كده هنقلب بقى الكوبايه بتاعتنا ونركنها. دي بقى جبنه شيدر بس المصري، بصراحه انا كنت بجيب المستورده، بس لما دقت المصري لقيتها حلوه، لان المصري ب 110 انما المستورده ب 280، فابقى هاتوا الشيدر المصري، حلوه وجميله. تعالوا بقى اوريكم العيش، بص طالع بقى ما شاء الله كاني لسه جايباه من الفرن بالظبط اهو. ما نفتحه بقى كده واوريكم قلبه عامل ازاي، قلبه من جوه كأنك بالظبط لسه جايباه، حاجة عظمة. ابقى سخنوه في الفرن بس ايده من فوق ومن تحت اهو، هيطلع بالطريقة دي، بصوا عامل ازاي. نبدأ بقى نحشي السندوتشات بتاعتنا، حاجة كده عظمة. فطار ملوك، ايه رأيكم في الفطار ده؟ وكمان هنعمل بقى المربى بتاعتنا، بصوا عاملة ازاي جميلة. وبقى هاتوا الفراولة واعملوها كده في البيت، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. وادي سندوتش كمان هعمله بقى للجبنه كده، الجبنه دي خطيره، طعمها بجد جميل قوي بالزيتون والفلفل، حلوه قوي قوي، بصراحه حلوه قوي. اتفضلوا معايا يا جماعه الفطار.